أنكم تطلعون عليها. القصة هذه كالتالي: قبل أكثر من 50 سنة تقريبا، عمري ذيك الأيام يمكن 8-9 سنوات، في ثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي، نزل الوالد، كان بيتنا دورين كذا، ونزل للفطور وقال للوالدة: والله البارح كان عندي ضيوف. قالت: كيف ضيوف وانت نايم؟ لا والله خوخيت. كلمة خوخيت طبعا يعني تجننت. قال: والله البارح أحمد أخوي إني أنا وياه نسولف طول الليل رؤية وإنه مبسوط وفي خير عظيم، إلا إنه متضايق من حاجة واحدة. قالت: وش هي؟ قال: متضايق من نص ريال في فلفل أسود اشتراه من أحمد بن حميد السليماني. قالت: طيب اسأل عن أحمد، هذا حي ولا توفى رحمة الله عليه؟ قال: لا والله إلا حي الرجال. وأحمد بن حميد السليماني ذيك الأيام يمكن عمره في التسعينات تقريبا. قالت: خلاص روح واسأله، ولكن لا تبين له التفاصيل، وضح له يعني إنه هل لأخي أحمد لك عنده دين مثلا أو كذا، ولا تتفصل وشوف ايش يقول. فرحنا والله أنا وياه، أنا خاويت في نفس اليوم ذاك الخميس، يعني بعد الفطور تحركنا على حلقة الغنم، وقابلنا أحمد بن حميد السليماني وفتح له الموضوع أبويا، وقال: هل لك دين عند أحمد؟ البارح أنا يعني رأيت رؤيا وجاني أحمد أخويا وكان مبسوط وبخير، ولكن كان متضايق، يقول فيه يعني مبلغ لأحمد بن حميد، فهل لك شيء عنده؟ قال: الله يسامح ظاهر وباطن، الله يسامح ظاهر وباطن. قال: تكفى يا أحمد بن حميد، بالله تشوف إن كان عندكم دفاتر من أول ومكتوبة الأشياء هذه. هذا الكلام طبعا في ميسان قديما زمان. إن كان عندك شيء مكتوب وذا. قال: والله عندي الدفتر موجود وكل شيء موجود، خلي العيال يفتشون ويدورون. أعطني أسبوع، دور اليوم اللي هو الخميس وأنا أعلمك. والله خلينا بعد أسبوع طال عمرك، وجينا عنده في الحلقة وعلمناه، وقلنا نحن جيناك الأسبوع الماضي وعساك بس جبت العلم. قال: أبشرك والله نص ريال في فلفل أسود عند أحمد ابن عبد المحسن. طبعا يوم قالها وأبويا يبكي، وزاد أبويا علم أحمد السليماني، أحمد بن حميد السليماني، وقال له: ترى الرؤيا رأيتها كما هي، نص ريال في فلفل أسود لأحمد بن حميد السليماني. فجلسوا يبكون كلهم. قام أبويا ياخذ 30 ريال وأعطاها أحمد بن حميد السليماني. ذيك الأيام 30 ريال عن 300 ريال. حلفوا الاثنين وأخذوها وتصدقوا بها على يعني ذمة المتوفي اللي هو عمي أحمد. أحببت يعني أطلعكم على هذه القصة. نص ريال يحاسب بها الإنسان، فما بالك بالناس اللي اليوم يأكلون ملايين الريالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى نصيحة أنصحكم، يعني في بحر 1000 ريال سامح سامح سامح. إذا لك شيء عند أحد أو أحد له شيء عند أحد، سامحوا، تسامحوا. السلام عليكم.